هذا جاب عاود معطى جديد. واحد قال لهم كان تواصل معاه، الغد ليه واحد مشى ضرب طاسه سكر جعر، حل واحد اللايف 8 دقائق، قال لهم سمسرت في الاراضي وتوسط عاود لشي حاجه ما عرف فيها شي مصالحه. هذا قال لك اسيدي شكمت المخزن على ناصر الزفزافي. دابا تفهموا صاحبي، تفهموا دابا نتوما انا عارفين كاين الكونتاكت بيناتكم وكاين التنسيقات وكذا، تفهموا بعدا صاحبي، تفهموا على واحد الحاجه، قولوا اودي غادي نسيبليو هاد خونا هذا لانه يزعجنا، لانه يبرزطنا، لانه سمي ما تشاء من المبررات، لان الامور كامله باينه. اختار واحد جوج كذبات، غيزها مزيان زيد. أبرنوس أو سعيد أبرنوس، شفنا حملة هذه الأيام عليه، وهذه الحملة تقريبا يعني تطلب رأسه، وهناك يعني حتى تهديدات باعتقاله، لأنه متهم حسبهم بالتواصل مع هشام جيراندو اللي حكم عليه قضاء زريبة 15 سنة من السجن. واخا قبل ما نمشيو للقضيه ديال جيراندو الحكم اللي ضمنتي معاه وقلتيه بانه ظلما وعدوانا، هاد الخرجه اللي درتي يا اراضي الليلي ماشي جات لي التغطيه على الفشل ديال جيراندو في ان ياتي بالدليل على ما ادعاه بعد ان تحديته هو وداك صاحبو اللي تواصل معاه؟ وهنا غادي نتكلم مع داك صاحبو اللي تواصل معاه، صاحبو اللي تواصل معاه وتواصلتي معاه بخصوصي على الاقل، وهذا اكدته في اعترافك في داك اللايف نتاع البارح، كنستناك تقول باع. سمعتي؟ غنقولها لك بالحرف، السي محمد الهندوز كنستناك تقول باع، ماشي تهرب تجيب موضوع اخر وتلفوا المغاربه حق نهار الحد غادي نجيبو كدا ما كدا وغادي نفرشو كدا ما كدا. كمل هاد الدوسي هو الاول، ولا قول باع، ملي تقول باع دوز للدوسي الثاني. فهمنا؟ هادي ليك السي محمد الهندوز، دوخش المغاربه، غدا تبقى تجي انت وبوشتا ديروا لهم داك الضر الرماد في العيون. غدا الموضوع ديال الدليل في هذا الموضوع هذا، ولا قولوا باع انت وبوشتا بجوج بكم، عاد دوزو عند ميلوده. فهمنا؟ عاد دوزو عند ميلوده، ولا غتبانوا بانكم فعلا ما كاين حتى شي حاجه من داكشي كاع اللي كتحاولوا تبينوا انكم مؤمنون به. غتبانوا واحد المجموعه ديال البياع والشرايه في عباد الله، في تيك توك، في المواضيع، في المواقف، ما عندكم مبدا، كذابه، بالعطاء، مدلسين، البهتان، الاكاذيب. اذا هذه باش نسالي معك السي محمد الهندوز، غدا قبل ما تبدا الدوسي اللي وعدت به انت وبوشتا داك الناس اللي كتعتقد انهم غيتبردعوا معاكم، قول باع هي الاولى. غتبدا اللايف ديالك غدا ان شاء الله عند بوشتا، باع انت وبوشتا، عاد غتدخلوا للموضوع الثاني. هذه واحد. قول لي الراضي الليلي، هذا الفيديو هذا زعما ماشي زعما التغطيه على الفشل ديال هشام جيراندو في ان في انه يستمر في داك الشيء ديال التهديد، دارني انا قنطره ومشى لهكذا وهذه، ونهار اللي غيخرج مهدي كذا حجاوي غادي نديرو غنفعلو صيفطوا الدوسي صحيحه معلم، وغادي نخرجوا شي حاجه خطيره معلم. والاخر اللي خرج البارح كيقول لهم غندير المذكرات معلم. صافي حطيتو كواريكم، بعتو حمارتكم، يلا قولوا باع. حتى داك جيراندو خصو يقول باع، وحتى مصطفى عزيز خصو يقول باع. هادي باش نكملوا معاك، سير. النافذ ظلما وعدوانا.
اكيد غتقول ظلما وعدوانا. اش غتقول؟ لا انت لا جيراندو لا من تضامن مع جيراندو ولا من تضامن مع مصطفى عزيز. اش غايقولوا هاد الناس هادو؟ ما معنى التضامن في واحد القضيه معروضه امام القضاء، ويفترض انه الا كان شي تحفظ خصو يكون بطريقه فيها الحضور الحقوقي وفيها كذا وفيها كذا، اللي ما لقيتو منين تشدوها وكتلوحوا الاباطيل على العداله المغربيه. شكون اللي كيبتز؟ شكون اللي خارج بفيديو سابق قبل من الموعد ديال النطق بالحكم وتتمه المحاكمه؟ شكون؟ ماشي مصطفى عزيز؟ اذا شكون اللي كيخدم ادوات غير قانونيه لصالحه ولا لصالح ابنه؟ ماشي مصطفى عزيز؟ وانت عاونتيه في الامر جيراندو فيما تعتقدان على انه غادي يكون اللي يدير. عاد تلوي ذا حراث كنقولوا حنا في الريف، البصاره كما كيقولوا الناس ديال الشمال. سير. برنوس هو يواجه هذا الواقع المرير، انه خدم شكام. الواقع المرير هو اللي راك فيه، الواقع المرير هو اللي راك فيه انت، لانك غبي عبيط، ولانك طماع، ولان كاع الحركات ديالك والسكنات ديالك ملي كنتي هنا في المغرب لم تكن من اجل لا المغرب ومن اجل شي حاجه سميتها الوطنيه. حياتك اصلا انت هنا ملي كنتي خدام هنا كلها ابتزاز في ابتزاز. فهمنا؟ وملي درتي داك الغضبه اللي تلاتها داك الساعه الخرجه اللي تلاها دابا هذا الانخراط وال اش كيتسمى تلاحيتي في الاحضان نتاع الكبرانات، وانت غتقولها دابا، وانت غتعترف دابا غتعترف بانك شكام الجزائر، ياك؟ انت غتقولها دابا، غتقولها بلاتي. ها انت زيد كمل زيد. المخزن، وكان يظن على انه المخزن اللي يتم دائما حاميه، والمخزن في الحقيقه يحترم اللي يواجهه، ما يحترم ابدا اللي يبيع ويشري معه. المخزن يحترم اللي يواجهه وما يحترم شكون اللي يواجهه بحالك انت. كاين شي حقره اكثر من الفيو اللي مخلي لكم المخزن ديالنا؟ كاين شي يعني احتقار لكم اكثر من فيو اللي كيدير لا الكابرانات ولا لكم انتم العدميين المعارضين ديال والو، البياع والشرايه. تحياتي خويا حماده، مرحبا بك رزان، الله يحفظك. عرفتي شنو هي الفيو؟ هذاك هو الاحترام. قال لك اللي كيواجهو، قال لك المخزن كيحترم اللي كيواجهو. باش كتواجهو انت؟ باش دابا قول لي دابا انت باش كتواجهو؟ قول لي دابا انت باش كتواجهو؟ زيد. وبالتالي يعني عندنا مقترح على برنوس. عندكم مقترح؟ شكون نتوما؟ شد معايا مزيان الهضره. زيد. عندنا مقترح، شكون نتوما؟ زيد. وممكن كذلك نفس الاقتراح نقترحوه على عبد الحق الصنايبي، اللي حتى هو كذلك شكا من المخزن ديك الساعه وشكا من المخزن اليوم، وحتى هو يبدو انه راسه مطلوب عند المخزن، لان الشكا ما منين يكملوا منهم دائما يسجنوهم. عندي لهم مقترح. وهذا المقترح بسيط، استأثرت فيه مع الجهات المختصه في الجزائر. اش درتي يا غادي نقول داك الكلام اللي ما كيتقالش ولكن خفتي تضرب لايف. شنو درتي؟ استشرتي مع الجهات المختصه في الجزائر. قول شكمتي للجزائريين. قول انت سخار نتاع الجزائريين. ها انت اعترفتي بوحدك. اش كنقول لكم؟ سبحان الله، اللي كيقرب عندي كيفضح راسو. هب وحدو. دابا انا كيقولوا عليا شكام نتاع المخزن اللي هي بلادي، وهذا النظام نتاع بلادي، وهذه المؤسسات الامنيه نتاع بلادي، وقلت لكم سابقا وكنقولها دابا وغنقولها غدا، هذا شرف لا ادعي. خدمه ديال بلادي بهذا المنطق هذا اللي كيدعيوه هذا شرف ليا ولكن لا ادعي. نفترض معاك هذا الشيء صحيح في اطار ما يسمى بكبرها تصغر. نفترض معاك الامر صحيح،
دابا بالنسبه لك انت واحد شكال الكبرانات لأغبى وأعبط وأكلخ وأحقد وأحقر نظام في الكون، كيعطي الدروس لعمو سعيد أبرموت اللي راح مع بلادو. دابا انت استشرتي مع الجهات المختصه في الجزائر ياك، يعني انت الشكال ديالو السخار نتاعو. علاش هاد الهضره هادي ما قالهاش بونيف مثلا؟ علاش ما قالهاش الكيدار 31 مثلا، ولا شي واحد من الجزائريين؟ علاش قلتيها انت؟ شكيكي كنعترف على انك شكيكي مسخير عميل ديال الكبرانات. انت فتحتي راسك مزيان، زيد. وقالوا لي مرحبا بهم، يعني لا بغى يجي ابرنوس يسكن في الجزائر ويستقر في الجزائر مرحبا. استقر في الجزائر؟ عمك سعيد أبرنوس يمشي يسكن في الجزائر، يستقر في الجزائر؟ ايوا. وكي غندير نعيش في الجزائر؟ فرضا انا نفترض معاك دابا غنديرها قد فمك فرضا انا دابا راني في الجزائر. هي كي غندير القضيه نتاع القهوه، الحليب، اللوبيا، العدس، اللحم، الدجاج، السردين، الحوت، كي غندير انا نعيش تما في الجزائر؟ نبغي نصرف الدولار، نبغي نعيش. إذا كانوا الجزائريين الشكيكين 10,000 واحد عنده 10,000 جزائري عنده جواز السفر الدبلوماسي اللي تحرقوا في هذا القرار الأخير الفرنسي، هادو عرفتوا شنو جواز السفر الدبلوماسي؟ يعني لاباس عليهم وما حاملينش الجزائر. ولد شنقريحة ما ساكنش في الجزائر، بنت شنقريحة ما كايناش في الجزائر. إلا كانت بنت شنقريحة ما كايناش تما، اللي باها هو اللي حاكم وما عايشاش وما كتجيش لتما كاع، غادي يجي سعيد أبرنوس يعيش في الجزائر. غنخلي هذا الخير في هذه البلاد السعيدة وغادي يمشي في الجزائر. زيد العبيط وسهلا. ما كاينش وحتى في عبد الحق الصنايبي الا بغى يجي يسكن في الجزائر مرحبا به وسهلا. خاصهم فقط يفكروا كيفاش يدخلوا من النفق، هذاك النفق اللي كان يستعمل من المخزن لتجاره علاش دابا واش كتحشي الهضره الجزائريين دابا؟ راك كتحشي لهم الهضره دابا، راه ملي كتقول لهم راكم تقوبين راه مشكله صاحبي. حنا قلنا لكم ستروا التقبه صاحبي، يقولوا راه خطينا حق القضيه ماشي ديال الجزائر، داك الشيء راه كاين في واحد الروبورتاج اسباني داك الشيء نتاع السبته وكذا وهادي، قلنا لكم داك النهار ميكو. دابا انت تزيد تفضحوا. راه صافي ملي قلنا لهم راه التقابي صافي ضربوا الطم، ما بقاوش هضروا على داك التقبه كاع. علاش؟ لان لقاو راسهم بان فعلا الا رجوا لها راه مصيبه. دابا حطينا شي مرات ولا خصني العصا بالله، عوض ما نسكت انا كنجي نوري لهم وشنو يديروا، كنسد لهم التقابي. انا قلت لكم راكم تقوبين وسديتوا التقبه وسكتوا، وانت كتزيد تفكرهم بالتقبه. دابا انت بعد اسبوع من انهم ضربوا الطم تحشموا مع الشعب نتاعهم، جاي تفكرهم بانهم متقوبين، وانا والسي الصنايبي غندوزو في داك دكتور. يا لطيف زيد. مخدرات باش ينقل مخدرات للجزائر، يحاول يشوفوا مع هذاك، يشوفوا مع المسؤولين على النفق باش يقدروا يدخلوهم للجزائر عبر النفق. الا ما كان نفق نقفل، يعني هو كيفاش الا ما كان نقفل؟
راه قفلنا لكم صافي، راه قلنا لكم راه القضيه فيها التقابي، دابا مشيتو تقبتو وضربتو الطم وكذا، دابا راه انت اللي مشيتي ترعتيها، راه دابا انت اللي بينتي للجزائريين بانهم متقوبين دابا، ها هو دابا وهما. شوف دابا الجزائريين اللي كيعلقوا له هنايا بالضحك ضاحكين، راه دابا تقريبا واحد 50 ولا 60% ديال الجزائريين هما اللي معلقين تما بالضحك، ضاحكين على راسهم بانهم متقوبين. تخيل معايا جزائري عبيط مكلخ ما كيفهمش فيما وراء السطور. دابا الا كنتي في الجزائر، هذا راه يمكن في الجزائر ياك الاخوان، واش راه في الجزائر بلا رجع لفرنسا. الجزائر من عرفت انه الوفاق موجود ممكن تعود على الاجراءات معينه، ولكن ما يجي معاه شيء يجي طويل، يعني مرحبا به وسهلا في الجزائر، يجي طويل. هو عبد الحق الصنايبي راه صافي الجزائر هنا غادي مرحبا يبقى يعاود الهضره، تجي طويل نفقه جي اجي. شوفوا في الاخر اش غايقول، ما سمعتوش في الاخر. وزاره الداخليه وتخلي له استوديو وتخلي الميكروفونات اللي ولك عندك داخل كاميرا لي اللي هذه جديد. اش غنخلي زيد. خايف عليك الصنايبي لانه الحبس شوي صعب. بلاتي قلت بلاتي لكم هي تمت بالتشاور مع الجهات المختصه في الجزائر، تمت بالتشاور. انتم تبغوا الجزائر ما فيها باس كذلك. نقول لكم انا راني نسقت مع الجزائر باش نستقمع، قول شكمت للجزائر، وقول بانك شكام للجزائر، وقول بانك مسخير للجزائر، وانت اللي غتلاح وانت اللي غيرميوك، لان اللي عارفه انا وعارفين المغاربه كاملين عندنا ان هذه البلاد هذه ما كتسمحش في ولادها وما كتسمحش في المواطن المغربي كما كان الحال. فهمنا؟ اذا كانت الدوله المغربيه كتسامح في كثير من الاحيان المتجاوزين، المراهقين، المرضى والسيكوباتيين، المعقدين اللي من دول معينه كيديروا، اذا كانت هكذاك ومره كتسامحهم في حدود الممكن طبعا، فبالاحرى اولا دابا انت شنو كدير دابا؟ شنو انا دابا بغيت نعرف دابا انت شنو هذه دابا هاد الخرجه هذيك والله العظيم شنو، من غير ان يعطيها تفسير واحد عطيته له، هو انك تحاول التغطيه على الفشل ديال هذاك صاحبك جيراندو في انه يكمل معايا التحدي. هذا الشيء اللي فهمت انا. زعما باغي تبين بان الجزائر زعما فيها الحريه، واخا غادي نمشيو دابا الاخوان الى جزائر الحريه. صافي انت تكلاسيتي، يلا سير معاك، يلا اخوان ديالنا. دابا عاد غنبداو اللايف، هذا دابا راه غير سخنا به الطرح. غادي نمشيو للجزائر الاخوان مع الخبر الاتي. اسمع هذا الخبر هذا، ركز معايا مزيان. اليوم نبداو بهذا الخبر ولا الثاني؟ لا نبداو بهذا. اليوم تم الاعلان رسميا على الاستغناء او لا طرد ديال ناصر الجن من مديرية الأمن الداخلي الجزائري. ناصر الجن هو ناصر الجن من القادة ديال، كنخاف على اللايف يمشي، الكبابيين اللي خربوا الجزائر في العشرية السوداء. 10 سنين من الفساد والإفساد في العباد والبلاد دارها هاد خونا هاد ناصر الجن. ما عليناش، هذه غير قلتها لكم باش تعرفوا السوابق نتاعتو مع الشعب الجزائري. هذه تقريبا سنة تعين في هذه المديرية ديال، هو الرئيس ولا المدير ديال الأمن الداخلي الجزائري. اليوم تم الإعلان رسميا على أن العميد حسان عوضو. هذا العميد حسان سميتو عبد القادر ايت عربي ولا ايتو عربي ولا، هذا العميد ايتو عربي، هذا حسان كان في الحبس. تعتقل ماشي بزاف هذه باش خرج ورجع عاود يولي مدير امن داخلي.
هاكا نتاع المسؤولين في الامن كانوا معتقلين ورجعوا كيحكموا وغيدخلوا هذوك اللي دخلوهم. هذا هو القدر ديالك في الجزائر ايها الجنرال، ايها العميد، ايها الكوميسير، سمي ما تشاء من الرتب. هذا هو القدر نتاعك في الجزائر. قدرك في الجزائر هو انه كتكون في الحبس، وهذاك اللي يدخلك للحبس كيدير شي فلطه كيحيدوه كيجيبوك انت وكيرجع هذاك اللي كان للحبس. دابا الانباء كتتكلم على اعتقال وتصفيه. دابا واش تعتقل هاد ناصر الجيل؟ واش راه معتقل ولا تصفى؟ هادي واحد. جوج، اللي خطير في الامر ماشي هو هذا الاخوان، هذا الامر ولفناه حنا ولفنا الامن الخارجي في الجزائر، المخابرات الخارجيه تم تغيير المدراء ديالها 3 المرات في ظرف 3 سنين. 3 المرات. الدرك الوطني في الجزائر تبدل 3 المرات في 4 سنين. الامن الوطني في الجزائر تبدل 4 المرات في 5 سنين. الدرك الوطني، الامن الوطني، المخابرات الخارجيه، المخابرات الداخليه 3 المرات في عامين. غادي نرجعوا لهذا العنصر دال جدا. لكن قبل ذلك غتقولوا لي شنو هو اللي خطير في الامر السي سعيد؟ غادي نقول لكم اخوتي، غنقول لكم اولاد عمي بنات عمي، الخطير هو ان الخبر نتاع اليوم تم تسريبه نهار 9 ماي. 9 ماي هاد الشيء كان عند امير دي زيد، نشرو امير دي زيد. هذا الخبر هذا تم نشره من طرف امير دي زيد نهار 9 ماي. شحال اليوم في الشهر الاخوان؟ 23 24 25 26، يعني علق لا 15 يوم باش تم نشر الخبر. هذه دولة. دابا قولوا لي واش هذه دولة؟ كورغوليستان اللي كنتي تعلق الاخوان ياك ما كتحيدوا لهم ستيلو كيهربوا، خليو لنا الهوكيستان يتفرجوا الله يجازيكم بخير، غير ما يتجاوزوش داك سميتو. واش هذه دولة؟ واش كاينه شي دولة؟ النازغيه مرحبا بكم تعمل ورقه الدخول الله يكبر بك. شوفي مع طلب. واش هذه دولة؟ واش كاين شي دولة في العالم الخبر ديال العزل ولا التعيين يتم تسريبه قبل إعلانه بشكل رسمي؟ أنا اللي كنعرف في المغرب، كان فقط في إطار التخمينات على مستوى الوزراء، كنتكلم على الحكومة. المسائل السيادية ما عمر سقنا الخبر لشي حاجة غتوقع قبل، جامي دلافي. على مستوى المناصب السيادية الحساسة، غنتكلم على الحكومة المنتخبة. شت الحكومة كانوا كيديروا شي مساخط هذوك السياسيين انا كنعقل في التسعينات بداية ديال الألفية الثالثة